بعد إعلان القبائل العربية إن هم ملهمش أي علاقة بالمدعو إبراهيم العرجاني مجهول النسب والأصل والفصل، اللي أصوله بترجع لجزء من قبيلة الطرابين خونة وجواسيس، وهم اللي كانوا بيقتلوا الجنود في سيناء، وكانوا بيقتلوا المدنيين، وهم كمان نفسهم كتيبة الهيثم الملثمة بتاعته المسلحة، اللي بتعمل فيديوهات وبتتفاخر ان في سلاح في يد مجموعة ميليشيات إرهابية ملثمة في سيناء. تابعين لمين؟ مين يضمن ان دول ما يقوموش بأي عمل مسلح في أي قانون دولي أي قانون أصلا؟ فين الأمم المتحدة؟ فين أمريكا؟ فين بريطانيا؟ فين الغرب المعرس من الميليشيا المسلحة؟ هل هم عارفين ان الميليشيا المسلحة دي هتخلي مصر كلها على فوهة البركان؟ هم مش عارفين؟ طبعا عارفين، بس هم مصلحتهم ايه؟ الفوضى الخلاقة كما قالت النافقة كوندليزا رايس، الفوضى الخلاقة. هم عايزين الفوضى تخلق لهم واقع جديد زي اللي حصل دلوقتي في غزة. غزة دلوقتي بقت شمال وجنوب، وفصلوها الصهاينة وعملوا مينا عشان يسرقوا الغاز بتاعها اللي موجود في قرابة سواحل غزة على بعد 30 ميل بحري، بيقدر بتريليون فيت مكعب. فالنهاردة خلق الواقع الجديد هو من مصلحة الغرب، لكن اللي هم مش عارفينه الكونسيكونسز اللي هتقابلهم، لأن طبعا دول 120 مليون إنسان. لذلك هم بيحاولوا إن هم إيه، مصر دي كشكشوها إن هي تبقى 4 دول ولا حاجة. فإحنا قريبا جدا، ما تتصدموش وما تتفاجئوش، بما إن بقى في عندنا قبائل عربية فيك وأصلية وبيطلعوا تصريحات قدام بعض، واحدة منهم بتخاطب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وطبعا مشلطة للدولة المصرية، والتانية بتخاطب الدولة المصرية وبتقول لهم اللي انتوا اعلنتوها القبائل دي فيك. فاحنا ننتظر بقى كمان الإخوة المسيحيين يعلنوا لهم برضو قائد وبرضو ميليشيا مسلحة وملثمين، ونستنى برضو الإخوة النوبيين يعلنوا لهم قائد وميليشيا مسلحة وبرضو يبقوا ملثمين وبسلاح، ونستنى بقية الأقليات الموجودة. والمسلمين السنة طبعا يقعدوا في حتة كده في التقفيصة لغاية ما يخلصوا الأخوة المتناحرين على مصر على بعض، وبعدين يبقوا يجوا يخلصوا علينا في الآخر. كل عام وانتم بخير يا جماعة. والله الواحد مش عارف يقول ايه، يعني انا اقول وبلحتاه مثلا؟ هل مثلا لو انا قلت وبلحتاه زي ما الست قالت ومعتصماه، ممكن بلحتاه يسير الجيوش عشان انا بستغيث على بلدي اللي بتتقطع، ولا ايه النظام؟